بثنائية تريزيجيه النادي الأهلي يحصد 3 نقاط ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات. النادي الأهلي النهاردة كان بيلعب أمام يانج أفريكانز وفاز 2-0. تعال أقولك على التشكيلة اللي النادي الأهلي بدأ بيها وملخص المباراة كاملة. التشكيلة اللي نزل بيها يستروب كان في حراسة المرمى شوبير، على اليمين هاني، على الشمال كوكا، وقلبين دفاع كان ياسر وياسين مرعي، قدامهم كان مروان عطية وديانج، وقدامهم إمام عاشور. ثلاثي هجومي كان على الشمال محمود تريزيجيه، وعلى اليمين أحمد السيد زيزو، وقدامهم مروان عثمان الشهير بوتاكا مهاجم الأهلي الجديد. المباراة كانت رايحة جاية، كان فيها هجمات للأهلي، كان فيها هجمات ليانج أفريكانز في الشوط الأول عفوا، وكانت خطيرة جدا. لكن تألق العملاق شوبير، ربنا يحفظه بجد. المفروض الماتشات اللي جاية كلها شوبير يكمل في حراسة المرمى. المباراة زي ما بقولك راحة جاية، هجمات هنا وهجمات هنا، بس أهم حاجة في المباراة هما هجمتين النادي الأهلي بالجونين، اللي هما الهجمة الأولى كانت في الدقيقة 48 قبل نهاية الشوط الأول، والهجمة دي سجلها عرضية من محمد هاني ورأسية من محمود حسن تريزيجيه عشان تخبط في إيد الحارس وتخش الجون أول للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول. نيجي في الشوط التاني وفي الدقيقة 75 وهجمة، هجمة من أحلى الهجمات اللي شفتها للأهلي في آخر فترة. باص واتنين وتلاتة لحد ما تيجي لحد إمام عاشور ويديها بوش رجله الخارجي لمحمود حسن تريزيجيه، ويقطم ويحطها ارتو أخيرا وتتسجل هدف تاني للنادي الأهلي، وينتهي المباراة على كده. ونخش على تقييمات لعيبة النادي الأهلي، وبدايتنا كده مع مصطفى شوبير العملاق اللي تصدى لكذا كورة وهدف محقق لنادي يانج أفريكانز. شال كذا كورة محققين لنادي يانج أفريكانز كان فرقت معانا في المباراة. أديله 10 من 10، ولو في 11 من 10 و12 من 10 و100 من 10 لمصطفى شوبير. عمل مباراة روعة، أداء رجولي من مصطفى شوبير. على اليمين كان محمد هاني، عمل اداء حلو. انا معرفش ليه يعني محمد هاني باخر فتره اداؤه بيجي يعمل اداء مش حلو في المباراه، بس يجي يعمل لك كورتين يحسم لك بيهم المباراه. عمل الاسيست في الهدف الاول، عرضيه على راس محمود تريزيجيه، اديله 6 من 10. ياسر ابراهيم عمل اداء حلو، ما اختبرش في كورات كتير، اديله 6 من 10 برضه. ياسين مرعي برضه نفس الوضع بتاع ياسر ابراهيم، بس اديله 5 من 10. كان في كرة عدى منه اللاعب، اديله 5 من 10 حلو عليه. احمد نبيل كوك على الشمال 5 من 10، لان ما عملش زيادة هجومية ولا يعني زايد في الهجوم ولا عمل اوفرلاب، فاديله 5 من 10. مروان عطية يعني بجد تعظيم سلام لمروان عطية على الأداء اللي بيعمله. بجد بقاله من ساعة ما جه انتقل من النادي الاتحاد السكندري إلى النادي الأهلي وهو بأداء ثابت، ربنا يحفظه إن شاء الله. أدي لمروان عطية 7 أو 8 من 10 لأداء الرجولي. ديانج يعني يا ديانج أنت عايز تمشي وتسيبنا بأدائك ده، وعايز تمشي وتسيبنا. عمل مباراة روعة، أديله 6 من 10. نخش على إمام عاشور. يعني الرقم 22 شكله هيرجع تاني، رقم 22 بذكريات أبو تريكة شكله هيرجع تاني. إمام عاشور عمل مباراة روعة، أديله 8 أو 9 من 10. عمل مباراة هايلة. نخش لخط الهجوم. على الشمال محمود حسن تريزيجيه، واللي أنا شايفه راجل المباراة التاني، وهياخد معانا تقييم 10 من 10 برضك للهدفين وللروح اللي بدأ يرجع لها تريزيجيه. على اليمين واللاعب احمد السيد زيزو اللي التقييم بتاع انا مش عاجبني التقييم بتاعه ولا هيعجبك ولا اي حاجة، هياخد 3 من 10 وانا كده كارمه. وما عملش حاجة في المباراة. اداء زيزو في المباراة دي باهت قوي. زيزو بعد ما رجع من منتخب مصر قعدته على الدكة مع منتخب مصر. يعني اداء قل، بس ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن لزيزو. ونخش على راس الحربة وهو مروان عثمان. انا شايف منه مهاجم سفاح. تروب هيخرج منه مهاجم سفاح. اسمع مني الكلمتين دول وما تراجعش ورايا. مروان عثمان هديله 6 من 10، اداؤه راح في كذا هجمة، فهديله 6 من 10. نخش للتبديلات، واول تبديلة معانا كانت جراديشار. جراديشار ضيع جون رسمي، جون رسمي جراديشار ضيعه. اديله على الوقت اللي نزل فيه هديله 3 من 10. في بن رمضان نزل، حسين الشحات نزل، احمد عيد نزل، وطاهر محمد نزل. ما شايف ان هم عملوا فرق مع النادي الاهلي في المباراة، مش هقدر اديهم تقييم.
ونخش على التبديلات. واول تبديله كانت جراديشار بدل مروان عثمان، وتاني تبديله كانت بن رمضان بدل امام عاشور، حسين الشحات بدل تريزيجيه، طاهر بدل زيزو، واحمد عيد بدل محمد هاني. ما الحمد لله النادي الاهلي ما خدش انذارات في المباراه دي خالص. افضل لاعب في المباراه كان محمود حسن تريزيجيه ومصطفى شوبير، الاثنين بمثابه واحده، ده جاب اهداف وده صد اهداف. اسوأ لاعب في المباراه زي ما قلت لكم احمد السيد زيزو، كان اداء مش انا مش شايفه. ان شاء الله اللي جاي احسن. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب، وبس كده، سلام.